السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفعنا هدينا إلى كل خير فيه مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. طبعا احنا بنربي الطيور بتاعتنا عشان خاطر موضوع البيض، عشان نزود انتاج البيض، فبنحاول نعمل اي حاجة ان هي تزود انتاج البيض معانا. في الفيديو ده انا هقول لكم ازاي نزود انتاج البيض. بس في الفيديو ده هنزود انتاج البيض كده بحاجة بيطرية، منتج بيطري، حاجة كده هتجيبيها من الصيدلية البيطري. حاجة خرافية جدا، سر من الأسرار اللي ناس كتير مش عارفاه. للأسف ناس كتير بتتصرف وبتشتري علف كتير، ناس بتشتري مكملات غذائية كتير، وبرضو الإنتاج على الرغم من ده كله الإنتاج عندهم ما بيكونش كويس. النهاردة بقى أنا هكلمكم عن سر كده اللي فعلا فرق جامد جدا مع مربيين كتير جدا. فرق معاهم في زيادة إنتاج البيض باستخدام الدواء والمنتج البيطري. المنتج البيطري اللي معانا ملوش أي أضرار سلبية على جسم الطيور بتاعتنا. لو عندنا فراخ بتبيض، فهنمشي بالمنتج الجميل اللي بنحكي عليه ده. لو عندنا فراخ بتبيض عايزين نشوف بيض كتير كل يوم، هقول لكم الجرعة الصح وامتى الدواء ده بنقدمه للطيور، وازاي بيرفع الانتاج من غير ما نتكلف كتير. اصل الطيور اما بتقل في البيض. قبل ما نتكلم عن الدواء البيطري ده، عاوزين نفهم هو انتاج البيض بيقل ليه. بعيد عن كل المشاكل اللي فيها عقم او المشاكل اللي ملهاش حل تماما. زي ان مثلا في مرض معين كده ممكن بيجي للطيور بيخلي الفرخة عقيمة وما تديش انتاج بيض خالص. يعني احنا بنقول على المنتج ده بعيد عن الموضوع ده، يعني بعيد ان الفراخ تكون عقيمة اصلا او جالها المرض ده وادى بها للعقم. خلاص كده هنخلي الفرخة دي عقيمة، طبعا مش هتدينا انتاج بيض. زائد ان الفرخة كبرت في السن برضو. كل دي اسباب احنا مش هنعرف نعالجها، اسباب خلاص حسمت الموضوع ملهاش علاج. لكن بعيد عن كل ده، ايه اللي بيخلي بقى في نقص في انتاج البيض شوية؟ في اسباب كده لو احنا اخدنا بالنا منها هتكون معانا انتاج البيض كويس جدا. بس لازم ناخد بالنا من الاسباب دي. لازم ناخد بالنا من الاسباب دي ونحل المشاكل دي. اغلب المشاكل اللي بتنقص انتاج البيض، وطبعا الاسباب متنوعة ما بين نقص كالسيوم. يعني لما يكون في نقص كالسيوم او بيكون في نقص فوسفور، بيكون في امتصاص ضعيف للعلف. الامتصاص الضعيف ده بيسبب نقص الفيتامينات زي فيتامين د او فيتامين او. ده بيكون فيه اجهاد، حرارة عالية، حرارة منخفضة زيادة عن اللزوم، بيكون في ضعف في العظم بشكل عام وكسل بشكل عام. هنا بقى بيجي دور المنتج اللي احنا نقوله النهاردة. اول حاجة اللي احنا لو استخدمناها هنلاقي نفسنا بنتخلص من مشاكل كتير جدا بتصيب الطيور بتاعتنا بسبب الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي. لكن لما بنستخدم الدواء ده هنلاقي ان حاجات كتير اتحلت، مشاكل كتير جدا اتخلصنا منها بسبب الدواء ده. الدواء اللي معانا ده اسمه كالفوزيم. كالفوزيم ناس كتير فاكرة انه مجرد دواء عادي، لكن ده مش مجرد دواء عادي، ده مكمل قوي جدا في كل حاجة للطيور محتاجاها. محتاجين كالسيوم، محتاجين فوسفور عشان يقوي القشرة. المنتج ده فيه زنك، فيه منجنيز لزيادة الخصوبة، فيه فيتامين د عشان الجسم يستفيد من الكالسيوم. فيه الفيتامين ألف وفيتامين ألف ده بيحسن المناعة، بيحسن الإنتاجية، فيه الإنزيمات عشان الهضم يبقى عالي وكفاءة الامتصاص تزيد. يعني باختصار الكالفوزيم ده بيرفع الاستفادة من العلف، بيرفع الاستفادة من أي حاجة بتخش جسم الطيور بتاعتنا ويخليها 100%. فالفرخة بتديلنا أكبر إنتاج
تقدر تكونه وتدي لنا. طب تأثيره بيبان امتى؟ من اول 5 ايام هنلاحظ نشاط اعلى، هنلاحظ شهية اعلى، قشرة بيض بتبقى اقوى، الانتاج بيرجع تاني، حتى لو كان قاطع بيزيد لما كان قليل، اما الزيادة الحقيقية فبتبان من الاسبوع التاني، يعني خلال 10 ايام ده. وده اللي بيخلي المربين الكبار بيعتمدوا عليه، خصوصا في فصل الشتاء. خصوصا فصل الشتاء الدواء ده في فصل الشتاء تأثيره ساحر جدا، لان الطيور بتاعتنا في فصل الشتاء بتبقى محتاجة كمية كبيرة جدا، كمية متنوعة من المعادن والفيتامينات المختلفة. برضو الدواء ده فيه انزيمات عشان الهضم، هو فيه تنوع كبير جدا من كل الحاجات المفيدة للطيور واللي الطيور محتاجة ليها في اي فصل وفي اي وقت. هنقول بقى على الجرعة الصح بتاعته. في المية بنحط 1 جرام لكل لتر مية يومين في الاسبوع، بس بيبقى 1 جرام لكل لتر يومين في الاسبوع. بس لو على العلف الجرعة بتكون معلقة صغيرة ممسوحة على 2 كيلو علف، مرتين في الاسبوع. يبقى في المية مرة واحدة في الاسبوع، في العلف مرتين في الاسبوع. برضو عايزين نقول ملاحظة مهمة جدا، ان احنا منكترش الجرعة، لان الزيادة مش بتفيد، بالعكس الزيادة ممكن بتقل شهية الطيور بتاعتك، يعني بتقلل الشهية لو زاد الموضوع عن حده. مش عشان هو مكمل هنروح نستخدمه بكميات كبيرة، لا، نستخدمه بكميات على القد زي ما قلنا وبالجرعات دي. ازاي بقى نستخدمه لزيادة انتاج البيض وبسرعة؟ الطريقة اللي بتجيب نتيجة اسرع ان احنا بنقدمه مرة على المية ومرة على العلف، ونسيب يومين تانيين كل اسبوع نستخدم فيهم. معاه بنقدم حاجات بتضاعف النتائج شوية على العلف، اللي هم إن بنقدمه يكونوا بروتين عالي 21%. ما نسمعش كلام ناس تقول لا نجيب علف بياض، لا نجيب العلف اللي هو 21% بروتين، وطبعا شوية خضار كده، خس، كرنب، جرجير، مرتين في الأسبوع. برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض نعملها نخلي الإضاءة من 14 ل 16 ساعة في اليوم، هنشوف البيض بيزيد بشكل سريع جدا. اما انا الاخطاء اللي بتقلل فعالية الكالفوزيم ان احنا نقدمه كل يوم، مثلا ان احنا نخلطه مع مضاد حيوي او نقدمه والطيور بتاخد مضاد حيوي، دي حاجة ممنوعة جدا ان احنا نخزنه. وبرضه ممنوع ان احنا نخزنه في مكان حرارته عالية، احنا بنقدمه للطيور المريضة بمرض حاد، ما ينفعش نقدمه في اخر النهار او الصبح ويفضل الصبح بدري. لو اتجنبنا ان احنا نقدمه بالمواصفات الخاصة ديا، يعني الصبح بدري، ما نقدموش بالليل، نقدمه بالطرق اللي احنا قلنا عليها، نتجنب الاخطاء، هنشوف نتيجة ممتازة للكالفوزيم. ده مش سحر لكن مكمل قوي جدا، يعتبر زي السحر كده. ما بيسيبش اي، التأثير بتاعه بيكون سريع. هو ما بيخش جسم الطيور كده بيخلي الطيور يعني راحة في سكة حلوة جدا، في سكة انتاجية كبيرة جدا، منتج جميل بيزود كمية البيض جدا. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. متنسوناش حبايبي واللايك لدعم القناة. لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي، فعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.